أعلن رئيس نادي رايو فاليكانو راؤول مارتن عن أن نادي ريال مدريد أنهى صفقة نجم الفريق الأول. ورد رئيس نادي ريال مدريد على قرار راؤول مارتن وأكد فعلا أن الناديين توصلوا لاتفاق لضم فاران غارسيا، وفي انتظار الكشف الطبي للاعب والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي في الأيام المقبلة. ونوه بريز عن تفاصيل الصفقة والعقد، وقال إن الصفقة كلفت النادي 10 ملايين يورو وهيتم دفع منها 5 ملايين يورو لنادي رايو فاليكانو، وده لأن النادي الأسباني بيملك نص بطاقة اللعب للاعب الأسباني، وده لأنه من ناشئين نادي ريال مدريد، والنادي طلعوا إعارة لنادي رايو فاليكانو. واللاعب صاحب ال 24 عام موهبة قوية وظهير من مستوى عالي في أوروبا حاليا، ولعب اللاعب مع رايو فاليكانو 37 مباراة وسجل هدف وحيد. والنادي الملكي راهن بشكل كبير على فاران غارسيا، وده لعدة أسباب: إن اللاعب بيمتلك نزعة هجومية قوية وبيساعد الفريق في الأدوار الهجومية، والنادي الأسباني محتاج لاعب بنفس المقاومات اللي بيمتلكها غارسيا علشان يقدر ينافس على بطولة دوري أبطال أوروبا. والسبب التاني ان النادي الاسباني بيفتقد لظهير من مستوى عالي يكون خليفة المندي واصاباته المتكررة. والسبب الاهم ان النادي الاسباني بيتفادى التوقيع مع ظهير ايسر بسعر مرتفع، وده زي صفقة مندي واللي النادي الاسباني ما قدرش يستفاد منها. والسبب الاخير ان جارسيا ابن النادي وهيبقى سريع التأقلم مع المجموعة وهيدخل في اجواء الدوري الاسباني.